أهلا بالسيف. هنشوف آية كونية، شايفين القمر وهنشوف الشمس. طيب الآية القرآنية اللي بتقول لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. إزاي الشمس مش هتدرك القمر والاتنين موجودين مع بعض؟ لا، مش موجودين مع بعض. الشمس لسه هتطلع. مجرد إن الشمس بتاخد مركزها في كبد السماء بتتوحد وتبقى مصدر للضوء، لأن هي مشعة بذاتها، نجم مشع بذاته. انعكاس ضوءها على كوكب القمر بيختفي تماما من السماء، فما بيجتمعوش نور الشمس القوي مع انعكاس ضوء القمر. طيب ولا الليل سبق النهار؟ ليه؟ لأن النهار نور ولازم الليل يجي يغطي النور ده. زي ما بنقول جولنا الليل أي غطى وظلمته ضوء النهار. وقلنا قبل كده مادة الجيم والنون مادة الاختفاء، زي الجن، زي الجنينة، أي حديقة لها سور فلا يرى ما بداخلها. ظن الرجل أن يغطي على عقله في أي مادة نستخدم فيها الجيم والنون مادة الاختفاء. وده آخر الكلام، سلام.